عندك انت بتقول انه الاهلي، اللي انا فهمته ان الاهلي عنده استراتيجيه واضحه في مساله استخدام الحكام الاجانب، انه طول الوقت بيميل للمدرسه بتاعه الحكام الاجانب في المباريات الحاسمه، صح كده؟ فيما انه انت مش واضح لك الاستراتيجيه اللي بيتبعها نادي الزمالك في مساله لا واضحه لي، اللي هي استراتيجيه ضغط اعلامي فقط. لما اجي السنه اللي فاتت اقول انا هنزل بيان رسمي، انا مش هلعب في وجود محمود بسيوني، اتمسك بوجود محمود بسيوني كحكم لمباراه الاهلي والزمالك، وارفض ان انا انتظر حكم اجنبي، واجي بعد الخروج من الكاس في نفس وجود الحكم محمود بسيوني اقول ده حكم مش دولي، ده حكم لا يصلح لاداره مباراه زي دي، وهي في تمهيد الكاس وبدون جمهور بس يدير اهلي وزمالك. إيه؟ لا، المعلومه اللي انا بقولها، انا ما بطرحش سؤال، انا عندي معلومه متاكد منها، ان الزمالك لما كان 2018 الكاس قدام سموحه تمسك بتحكيم مصر عشان المستشار عايز بطوله. الزمالك موقف محمود بسيوني كاشف جدا لفكره ان هو دي مجرد مناورات. فانا بقول التاريخ بيقول في الاحداث اللي بتحصل دي ان الزمالك هو اكتر صديق للتحكيم المصري.